الفطام مرحلة صعبة جدًا على كل أم بتبدأ إن هي تاخد الخطوة دي، بتكون صعبة جدًا على الطفل وكمان على الأم، محتاجة حاجات تخلّيها أحسن، نصايح كمان عشان تخفف ألم وتحجر الثدي، كمان محتاجة نصايح تتعامل بيها وتخلّي الفطام أسهل للبيبي، كل ده هنقوله مع بعض. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بخير ويكونوا أسرتكم وأولادكم في أتم صحة وكمان في أحسن حال. النهارده إن شاء الله هنتكلم على الأم اللي هتبدأ إن هي تاخد مرحلة الفطام. الخطوة دي مهمة جدًا وبتكون للأسف صعبة شوية على الأم وعلى الطفل، فربنا يهونها علينا جميعًا وكلنا نفطم أطفالنا بخير. طيب المرحلة دي بتكون صعبة شوية على الأم اللي بترضع طبيعي، تحجر الثدي كل ما بيبدأ إن هو يتقل بيكون الألم شديد شوية. كمان الطفل كل ما بتبدأي إن انتي تبعدي عليه مرحلة الفطام أو إن هو بدأ إن هو ما بياخدش الرضعة بتاعته شوية بيعيط ويزن كتير وما بيكونش المود بتاعه حلو، فبنكون محتاجين معلومات حلوة وخطوات حلوة ننفذها مع الطفل وكمان ننفذها مع الأم علشان المرحلة دي تعدي بسرعة وتكون مرحلة جميلة. هنبدأ بيكي يا ماما وهديكي 6 خطوات هيسهلوا عليكي جدا مرحلة الفطام، وإن شاء الله هيقللوا معاكي من الألم كتير. أول خطوة وهي الشاور الدافي. الأم أول ما بتبدأ مرحلة الفطام بيبدأ اللبن يبدأ يتقل في الثدي أكتر، وكل ما بيحصل إن مفيش خلاص رضاعة كل ما الثدي بيتقل ويتحجر أكتر. عشان تقللي تشنجات وعضلات الثدي الشاور الدافي ليه مفعول حلو قوي قوي في التقلل ده. بعد ما تاخدي شاور دافي هتحسي ان التشنجات وعضلات الثدي خفت شوية، حتى جسمك هيسترخي شوية ويهدى شوية، فكل ده مع الشاور الدافي صدقيني بيقل ويرتاح أكتر. تاني خطوة وهي التشفيط. التشفيط كتير غلط، والتشفيط خالص انك ما تشفطيش خالص غلط. طيب الصح اشفط ولا ما اشفطش؟ الصح ان احنا هنقلل بالتدريج. يعني ايه؟ لو انت طفلك متعود ان ياخد 5 رضعات في اليوم، يبقى انت هتبدأي من اول يوم فطام هتشفطي 4 مرات بس. لو في كل مرة الطفل بياخد ربع ساعة وقت في جلسة الرضاعة الواحدة هتشفطي الثدي لمدة مثلا 10 دقايق، يبقى انت كده قللتي المدة للجلسة الواحدة وقللتي عدد الرضعات اليومية. هتيجي تاني يوم هتشفطي 3 مرات بس. تمام. وهتجيبي في كل جلسة شفط، مش احنا كنا خلاص نقلنا ل10 دقايق، لا هننقل ل7 دقايق او 5 دقايق. انتي مع 3 4 ايام هتلاقي ان الثدي نفسه اللبن فيه ما بيتقلش خالص، يعني ما بيحجرش او ما بيكبرش ويتملي لبن. فكل ده بيحصل طبيعي عشان انتي عملتي شفط تدريجي، فبالتالي المخ ما وصلش اشاره للثدي ان يزيد من اللبن زي الطبيعي. فانت كده ما حجرتيش الثدي خالص، مع ما خليتيش الثدي يكون خراريج لان انت كنت بتشفطي بمعدل تدريجي وبتقللي بيه صح. فدي خطوه جدا حلوه هتفيدك وهتقلل من تحجر الثدي. تالت نقطة وهي الكمادات. الكمادات على فكرة ليها مفعول حلو قوي في تقليل الألم، كمان إدرار اللبن، كمان التشنجات العضلية للثدي. هاتي مية ساقعة، مية ساقعة. أنا عارفة إن الجو برضو مش هنقدر ناخد الخطوة دي بس معلش، الألم نفسه وتحجر الثدي بيخلي جسمك دافي وأحيانا في أمهات بتسخن، فانت إن شاء الله لو في فترة الفطام هتتحملي الحركة دي. هتجيبي مية ساقعة ساقعة وقماشة قطن كده وهتسيبيها فيها شوية، وبعد كده تبدأي ان انت تعملي كمادات الثدي. هيبدأ ان هو يخفف من الألم، هيسكن جدا من الألم، هيبدأ يقلل من إدرار الحليب. طيب رابع نقطة كمادات ورق أو ورق الكرنب سوري، أو ورق الملفوف. لو حد من دول عربية بيتابعني، هو ورق الملفوف أو ورق الكرنب زي ما بنقول هنا في مصر. هتبدأي ان انت تجيبيه تحطيه في مية ساقعة تلج، وبعد كده تبدأي ان انت تحطيه على الثدي. ورق الكرنب هيكون ليه علاقة ممتازة، ولو انتي حابة تسريشي عليه على النت هتلاقي معلومات حلوة جدا ليه، ان هو بيخفف من ألم الثدي أثناء الفطام، كمان بيخفف من تحجر الثدي أثناء الفطام، وكمان بيقلل من إدرار اللبن أثناء فترة الفطام. فحلو جدا ورق الكرنب أو ورق الملفوف. حطيه في مية ساقعة أو مية تكون فيها تلج، وبعد كده حطيه على الثدي هيخفف معاكي كتير. خامس خطوة وخطوة مهمة قوي ان انتي تبدأي تركزي على الاعشاب اللي بتشربيها. في ناس متعودة تشرب اعشاب، لكن في فترة الفطام ما ينفعش نشرب الاعشاب دي عشان بتزود من كمية الحليب. يعني ايه؟ عندك اليانسون، الحلبة، الشمر، دول بيزودوا ادرار الحليب للام المرضعة. دول حلوين لو الام بترضع، لكن لو انتي هتفطمي تبدأي توقفيهم نهائي في الفترة دي. وكمان تشربي حاجات تانية بتقلل من كمية ادرار الحليب زي النعناع،
كمان البقدونس، منقوع البقدونس تكوني ناقعة بقدونس في مَيّة سخنة وتاخديها تشربيها حلو جدًا، كمان المرمرية، كمان شاي الحكيم، ال4 أنواع دول حلوين جدًا في تقليل كمية إضرار الحليب. طيب لو أنتِ بتاخدي أدوية بتزوّد إضرار الحليب زي هربانا أو بريستو، طبعًا بنوقّفها في فترة الفطام. طيب نيجي سادس خطوة ومهمة جدًا وكلنا بندوّر عليها كأمهات رايحة تفطم، هي تسألِك سؤال كده شائع، إيه هي الأقراص اللي تنشّف اللبن في فترة الفطام؟ يا جماعة الأقراص دي مش كويسة، أولًا بتأثّر على الهرمونات بتاعتِك، ثانيًا أنتِ هتضرِّك، أنتِ محتاجة إنِّك تسكّني الألم ده، ممكن ناخد حاجة تانية تسكّن الألم وهو أصلًا 3 أيام بس معلش هنحس فيهم بألم وبعد كده خلاص مش هتحسّي بحاجة تانية. طب عايزة تقللي الألم ده هنمشي على الخطوات اللي إحنا قُلناها، وآخر خطوة اللي هي مهمة جدًا إن أنا تعبانة والألم شديد عندي ومحتاجة مسكن، آخد إيه؟ ما تاخديش أقراص اللي تنشّف اللبن، تاخدي ممكن أدول، بنادول، بروفين، ممكن تاخدي كمان مسكنات البرد، على فكرة أدوية البرد بتكون ممنوعة للأم المرضعة عشان بتقلل من إنتاج الحليب، فأنتِ لو بتفطمي خديها هتهدّي معاكِ من الألم، كمان هتسكن معاكِ لو في سخونية نتيجة من إن أنتِ تحجُّر الثدي هتقلل معاكِ منها، كمان هتقلل من إضرار كمية الحليب، فكويسة جدًا، يبقى أنتِ كده ما أثّرتيش على الهرمونات عندِك وما اتأذيتيش خالص. طيب دي كده بقى بالنسبة للخطوات اللي هتساعد الأم في فترة الفطام، نيجي بقى للخطوات اللي هتساعد الطفل في فترة الفطام. أول حاجة ابعدي عن فترة التسنين وفترة التطعيم، لو انتي فطمتي طفلك في فترة منهم للأسف الألم هيزيد جدا، هتلاقي طفلك بيزعق أكتر، بيعيط أكتر، منهار، مش هتستحملي. فلو انتي عارفة ان طفلك مثلا كلها أسبوع وهياخد فطام مثلا السنة ونص، يبقى انتي حاولي تأجلي الفطام بعد التطعيم. لو مثلا ان اليومين دول طفلك مش بياكل كويس، بيزن كتير، وانتي عارفة ان هو بيسنن، استني لما المود بتاعه يرجع طبيعي ويرجع ياكل زي الاول، وابدأي ان انتي افطميه. كده انتي ما خليتيش طفلك يزيد معاكي في التوتر والقلق والعياط، بعدتي عنهم خالص. طيب نيجي بقى لتامن نقطة وهي تاني نقطة للطفل، ان انتي تطلبي مساعدة من الزوج او الاهل، دي حاجة هتساعدك جدا في فترة الفطام. اولا الطفل بيكون في الفترة دي محتاجك جدا عشان انتي شايف ان انتي بعد عنه رضاعة، فكل شوية بيعيط عليكي، بيزن مش راضي يسكت. لكن لو انتي خليتي ان الاب هو اللي يتعامل مع الطفل اكتر، مش هيفتكر الرضاعة اكتر، هيبدأ ان هو يتلهي شوية. كمان الاهل لو هو متعود مثلا على قرايبه، على مامتك، على جدته، ابدأي برضو ان انتي في الفترة دي يقعد معاهم فترة اكتر، هيبدأ برضو ينسى الرضاعة اكتر والألم معاه هيخف شوية. طيب تاسع نقطة ان احنا نشغل الطفل بالاهل وباللعب وبالخروج. يعني ايه؟ يعني مثلا النهاردة انا هاخد الطفل هوديه الجنينة، وهتكوني طبعا عامله له حاجات في اللانش بوكس علشان ياكلها ويشربها عشان ما يجوعش. اليوم اللي انت قضيتيه في الجنينه ده اولا يوم صعب من الفطام عدى كده خلاص، ثانيا الطفل اتلهى ما عيطش كتير، ثالثا انت ما تعبتيش مع الطفل كتير من الزن والعياط اللي انت كنت هتشوفيه معاه في البيت. او حاجة تانية، خدي الطفل وروحي مثلا عند جدته، عند مامتك، اليوم ده برضو هيتلهي هو مع قرايبه ومع مامتك، هينسى خالص برضو الرضاعة شوية، وهيبدأ ان هو يخف معاه التوتر والمود بتاعه يبقى احسن. تمام. طيب تالت نقطة لطفلك ان انتي تزودي له عدد الوجبات من غير ما يحس. يعني لو الطفل متعود ان هو يفطر بعد الفطار بساعتين بيبدأ انه يطلب الرضاعة، حاولي انتي قبل ما تحسي ان هو في الوقت ده هيطلب الرضاعة قدمي له حاجة سناكس، عصير تكوني انتي عاملاه له فريش، كيكة تكوني عاملاها في البيت، طبق رز بلبن كده، اي حاجة حلوة هياكلها، بعديها يبدأ يلعب، هينسى الرضاعة. كل ما تشغليه بان كل شوية بتديله حاجة ياكلها ويشربها، هو مش هيجوع. الاطفال عامة مش بتحب ان هي تاكل كتير، لكن كل ما يحس بالجوع بيبدأ ان هو يطلب، ويطلب الاحسن ليه هو الرضاعة. فانتي هتشغليه بده بالوجبات اكتر، وكمان بالمشروبات اللي هو بيحبها. الخطوة الخامسة ومهمة جدا لطفلك أثناء الفطام تخلي بالك منها، وهي إنك طبعا طفلك أثناء النوم هيصحى أكتر من مرة يطلب الرضاعة كالعادي عشان يرجع ينام، فاحنا لأ، هتعملي ايه؟ هتخلي كوباية مية جنبك، لو صحي اكتر من مرة تبدأي ان انتي تديله مية ويرجع ينام تاني، وهيتعود معاكي على النقطة دي مع الوقت. لكن لو انتي اديتيله لبن بقري او جاموسي او اديتيله عصير، هيبدأ ان هو بعد كده حتى لو اتفطم خلاص وتعود على الفطام، كل شوية هيصحيكي علشان يشرب العصير او يشرب اللبن. تمام. طيب النقطة الستة برضو واللي هتفيدك جدا في الفطام، علشان الطفل ينام وقت كبير وما يعذبكيش كل شوية ويصحى يطلب الرضاعة،
حاولي إنِك تخلّيه ينام شبعان، يعني ادّي له وجبة كده تشبّعه وقت طويل وتخلّيه ينام وقت طويل وهو شبعان. طيب الوجبات دي زي إيه؟ هاسيب لِك link في أول تعليق مثبت، ده كان وجبات أنا عاملاها للأطفال قبل النوم، وجبات مشبعة، كمان وجبات خفيفة ما تخلّوهوش يكون في مغص أو عُسر هضم في أثناء الليل، فحلوة جدًا هتخلّيه ينام أحسن وكمان ينام أطول. كده دول ال6 نُقط لطفلِك. أول حاجة إنِّك تبعدي عن فترة التسنين والتطعيم، تاني حاجة إن أنتِ تطلبي المساعدة من الزوج أو الأهل في فترة الفطام، تالت حاجة إنِّك تشغلي الطفل في فترة الفطام باللعب، بالخروج، بالجو مع الأسرة والجو العائلي أكتر، ورابع نقطة إنِّك تزوّدي عدد الوجبات للطفل ووجبات الsnacks كمان، هيخلّيه ينسى معاكِ الرضاعة أكتر، وخامس نقطة إنِّك ما تدّيش بديل عصير ولبن بالليل أثناء النوم للطفل علشان ما يتعودش على كده، وسادس نقطة إنِّك تقدّمي للطفل وجبة مشبعة قبل النوم بتخلّيه ينام أحسن وأطول، وما يطلبش رضاعة كتير أثناء النوم. وده كده كانت 6 نقط معاكِ للطفل أثناء الفطام، هيخلّوه أحسن كتير وهيعدّوا معاكِ الفترة أسرع. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تكبر بيكم وتوصل لكل الأمهات، تحطّوا لي لايك كمان منكم يا أحلى مامي، ولو في أي استفسار وهارُد عليكم على طول. شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة، باي باي.